أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أدب كديش آداب طالب العلم التفرغ لطلب العلم. إنسان وقتی برای خدا بره که و طلب علمی کرد، خلاص بهت علاقتت خوب اش همین تشتیدی قطع کرد. تجارت، سیک و بازار، مال و برا و حوال و برادر و سردان و افتشت تنه و تلویزیون و افتشت تنه همین بهت خدا مقصب داده همیا ببرد. تو یه متفرغ بی بو خواندن و بس وقتی خود ده علمی بس چه شولیدی؟ تو نابید بگید برا چکو گل مروفید هنده شولیدید بر طلب علمی را کرن نمروفید به تسری نهادید به تسری همین دیج دست مروفید شد. لا شك أن من أراد تحصيل العلم والنبوغ فيه وإتقان الأصول والفروع فعليه بالتفرغ لطلب العلم. چه شکل دانینه بگومان او کسی وید علمی بدست خوبه بیند و پیش بکرد و زیرک ببتن علمی دا و باش علمی ضبط کردن اصول و فروع مسائل عقیده و یه تفسیر و یه فقهی و یه اصول فقهی و پیت بد فعليه بالتفرغ لطلب العلم. تبیا عف مروفه وقتی خوب درستی دفاع مروفه وقتی خوب دتا خواندنی وقتی خوب دتا علمی. اما من اعطى العلوم فضلة وقته فإنه ينال من العلوم بقدر ما أعطى من وقته. اما او کسی طلب علمیت کرد چوا طلب علمیت کرد هر وقت مجال ما هبو هنگه ده خوینم او وقتی زیده وی وقتی دتا خواندنی وکی دی خو شول اکید کرد خو مجیل کتب غیر شول و اف مروفه ها دی چند علمی حاصل کرد که چند وقتی خدای که چوا اما بس او وقتی مجالی بی اوی زیده دایه اوش دی آهو صاب پیچ که علمی حاصل کرد که چوا بی پیچه که وقتی خدای اوش دی پیچه که حاصل کرد. اما ناف دا بچه استفاده که باش بکته صباحی بگیر بیتن ببتا عالم ببتا ملا خطباب داتن وعذاب کردن درسا بیجتن او تشنینه. وهذا راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه الذي حمل العلم عنه 800 رجل ما بين صاحب وتابع كما قال البخاري حافظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظه غيره وعالم ما لم يعلمه غيره. برای خود ابو هریره که علمك زیده وی مروفی بالاف کری حتی 800 ظلام روایتش ابو هریره کری 800 کسا او کس صحابیشی هبوین روایتش ابو هریره کری او تابعیه وکی امام بخاری بجتن اوی مروفی هند حدیثاش پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم جبر کری هند حدیث جبر کربون چه صحابیت دیوکیوی حدیث جبر نبون او علمی حاصل کری چه صحابیت دی علمی وکیوی حاصل نکربو او همی چه حاصل کربو لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم چکو وی مروی وقت خو خرده و طلبه و صحبه پیغمبری صلی الله علیه وسلم اما 24 ساعت گل پیغمبری بود صلی الله علیه وسلم بعد بشتی بسلمان بوی بشتی وی مروی طبعا صحابت متأخره ابو هریره شوا کسای اوید متأخر بسلمان بود نه شوای اوید مهاجرین الاولین نه متأخر بسلمان بود بالنسبه دی گله بس بلی همیا را کرد طلب علمی دا و علم شمیا بتر حاصل کرد بوچی ویش یدی بتر حاصل کرد چکو اوی ملازمه پیغمبری کرد بیوی پیغمبری گل همین گفت
بينما كان بعض الصحابة مشغولين في الصفق بالأسواق. غيري بصحابة مشغول بون بازار و سيكا تجارت مشغول بالتجارت بازار و سيكا. وكي أبو هريرة حصل ناكد يه ملازمة پیغمبری كري وتفرغ كري وقت خواه ميداي بجا ما علم وقافي جو صاعين تشتي دو وقت خوب ده تفرغ بالمزقفته ندر كبي سيكو بازار وموبايل وموديل موبايل و چل سيكو بازار هيا هفتشتي هنه چجاب دو ماهيك نايدن سيكن هارون نوعي تشتاد بضاعة زي ني همي مجالات هذا تيتا سيكن اما شوري خوب که او گریان درکتن والله اشتراز با فکرات دهمی بابا مشغول به زینتا صافینا به تو نشی تشتاش برکی تا تو درزش برکی حوالتا به شرشاش برکتن و چی که زینتا سرش در فید چهاتی سیکه چنده نه سیک بلند بو سیک نزم بو خوب واشولا ما مجید که علم هیلا دهیلی يمين يبريفن لا كاتب راس طالب علمي تفرغ يديك يبو طالب علمي. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة بخب بجتنا أو بخب بجت خد بحسي متكت بجن أبو هريرة قالك حديث الرواية كتن ولولا آيتان في كتاب الله ما حددت حديثا بجتك نجبر دو آيات القرآن با من چجا حديث رواية نبكرن تكون مسؤولياتك ومعظنا رواية كرنا حديثة ثم يتلو أفايات خاندن إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون جزاء كتمان العلم قالك ترصاخ دي دا نويرتن أو حديثيتوش بيغمبري صلى الله عليه وسلم شبال كرين رواية نكرش ترصافي چند دايا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم أشبال بهار دعايتنا وأولئك من رواية نكرن حديث وإن إخواننا من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق بجدا برايت ميت مهاجر صحابة المهاجر مشغول بهم بخلصي كشول كده تجارت کرد مهاجرة خود تجارت کرد مجيل بون وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وأنصاري جي خلق مدينة مجيل بون بستانت خدا بستانت دار قصبه بون يوجد مجيل بون شول خوبه زراعة خوب مال خوبه وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه بجدن اما من راضی بوم اما دیگر پیغمبری صلی الله علیه و سلم بده حتی باری بس نانو زک وگیب کردید بش بلا چلم زیده نبید اما نان کبد دزمون کبد بخون بس و یحضر ما لا یحضرون هاش برنده ابو هریره بجد ابا گله موقفه از حاضر بود کشوات حاضر نبود ويحفظ ما لا يحفظ أو مش بدكر كشوش برنا كريه سبب هذا وقت مرو في تفرغ كربو علمي إذا مرو بتريش بالكش غيره مرو ده بتري جرتش غيره أبو هريرة دوش توصل السبب كو بتر أسروات كمش بيغمبري صلى الله عليه وسلم من بتر حديث بيغمبري جرتن أغاب ملازمة بيغمبري صلى الله عليه وسلم متفرغ. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما غابت عنه سنة الاستئذان وبينها له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وبشهادة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ألهاني الصفق بالأسواق حديثة مشهورة وقت أبو موسى الأشعري شوي درجة عمر قطاي نفكر جارا دوي درجة قطاع نفكر جارا سي قطاع نفكر زفر عمري بشتينجي غازي كير خبره بوچتر تدرجة لدا و پشتینگی تو زفری تو چوی چها تو زفری ابو موسى گوته یا امیر المومنین خلاص
حق مروفي سجارة استئذانه درجة نفر مروفي بزفرتن وتي كي ودلش وتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عمر عجز بو قلت ده تشاهدك هيا كيف تشاهدك يدتو اما وصا بيجي پیغمبري وصا يا قلت يسير جارة تدرجة قطعة كنا وتفاكن الزفرة أبو سعيد الخدري رابو شاهده يبودا شنيكا عمر بن خطاب أخذناك حق بود وتي ألهاني الصفق بالأسواق بس عمر بن خطاب وأمير المؤمنين ساكي أبو موسى الأشعري مش مكتر ظاني أبوي ظاني منات ظاني بوشي أبو اعترافت عمر أس مجيل بوم بسيكا كلمة فرود نعبا وأبو موسى الأشعري لدف پیغمبري صلى الله عليه وسلم فتر سنة ظاني هذا تفرغ مثلا تفرغ بكت بو علمي دي بتر ظانتا تفرغ نكاي تحصل ناكاي وهذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متفرغا بعد أن ترك الأهل لطلب العلم صحابي مالك بن الحويرث مال وعيالة خهيلا هذا نك پیغمبري صلى الله عليه وسلم بس ديني بزانه فترة قدرش ما نك پیغمبري بس دا بخو دين خوب زانتن اشتكي باش حصل کرد باش بزفر ترناف ملت خو مروفت خو و اوابي زانه تيراوي جيب كد و تيرا كسو قاري توي جيب كد قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة 20 شبط بجتن أزو مجموعة مروفت قبيلة ما تيماين النك پیغمبري صلى الله عليه وسلم 20 روجه بو چه دا دين خوب زانه تفرغ هذا من بجنبه تفرغ شول خوهيلا مروفت خوهيلا مال وعيال خوهيلا هات رنج تخاري نك پیغمبري صلى الله عليه وسلم مزگفته بس دين خوب زانه هذا تفرغ هذا طب زانه وكان رحيما رفيقا بجد پیغمبر صلى الله عليه وسلم جلك برحم جلك بشفقت فلما رأى شوقنا إلى أهالينا وقتی پیغمبری صلی الله علیه و سلم دید امید خریب بونش برو حیال خو قال صلی الله علیه و سلم ارجعوا بود پیغمبری صلی الله علیه و سلم بكل هذا ما فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا من الناف مروفت خدا اونی شواب دن اونی جابوال پریکاب دن هنسحكي ومن تفرغ للعلم جمع ما لم يجمعه غيره تو تفرغ بكي بو علمي باشتراز بتوديش غيري خو بتر علمي كوك بتر حصل كده فقد ذكر في شأن ابن الملقن رحمه الله وطلب الحديث في صغره بنفسه فأقبل عليه وعني به لتوفر الدواعي وتفرغه ابن الملقن ايكش علماء الحديث مشهورة كلاكي مشهورة الشيخ حافظ بن حجر العسقلاني سيداوي بجدن بحساب في ابن الملقن يتكلم أفيش بچيكاتي طلبة علمي كد هماوي بخو ولا وبري خدا خاندنه اهتمام بكر دلل سرهبو وسبب دي وتفرغه وجي بو أف حالما بو أف ابن الملقن حتى ببابا بحساب بكي سيرة طابت خوين كتابة موجود المكتبات خاندن وتي وتفرغي چكم خو تفرغ كالبوغة شولي نما بشولي الدفاع بس طلبها وقال العلامة عبد الرحمن السعدي ومن الأسباب المعوقة عن الإقبال بالكلية على العلم من بعض المحصلين اشتغال كثير منهم بالأسباب الدنيوية بجد شوان تشتد بنا عائق ونهي للمروف تماماتي بري خدتا خاندنا علمي وبخب خوينتن كمروف طالب علمتن جالك جوان طالب علما مجيل بنم شغل الدنيا دارية لأنها تأخذ جمهور وقت الإنسان لكن مروف مجيل بالدنيا دارية وشغلها أغلب وقت مروف يجادبهم بجد ولهذا
نفرح منهم ونغتنم الاستمرار والتشميل ولو على وجه ضعيف بيش بيجاوي زماني ولا يختمروا فهم عندك قد بينت ولو هم بس بردوام بتن و کار خوب کرد باش بخوب و خواندنتش ولو على وجه ضعيف جي بس كيف مروي بيتر ولو بسر وبرجي هندك قصد خواندنه وعلميت كان في زماني بس هم باشا كيف مروي بيتر ومع ذلك فإننا إذا رأينا اشتغالهم بالأسباب الدنيوية في الوطن هان الأمر على الاشتغال بأوطان أخرى تمنع الاشتغال بالعلم بالكلية جد بجدا وقتها بينين المروف الوطني خو مجيل ببتن عند شغل الدنيا و قال طلبة علمي اشتاو جهار كيمتلا شوي وقت مروف شمال أخوي دركتي وطلبة علمي يشوى بلده كدي يشوى جهة كدي وبجد سرن را شنيكا خلوير مجيل هوا كيما هو بقاوه اما الله خواه هلاي تا گنده خواه هلاي واجر خواه هلاي فيات الانشتيا خاره داب خوب خويني بجا شني الويرت الرابي خو مجيد كي بنده تشتاب چه چه بقاوه عجب سيارة ده بابت ایک شباب کرد بجد بخود خويند مانا معناه توی بخود خويند باده بخويند باده هما بكر راست توی آخفنه ما يجي بيشتواي بخود خوينه تو تجيل فيري وناكي خو مجيل كي بغير تجده إبراهيم خود قبيل كات عمري تايتش وقت تايتش ترى عمر جها فرصة ووقت فرصة هف فرصة نعمتك ومازنها بدستات كفتن هف فرصة دست جلك ونكدية بجال برجال سببا جبرجال يا هي بجنو حيال كات یه های عملیوی بوریش نیبخوا حسیا یه های مشکلت مال و خدان کرنا چت بتن دیوابه توی هوجنه و بود دیوابت خوشحال کردن افهمیه عوائقا افمرو و خلاص دی محروم بوش طلب علمی اوه تو چی و گاور نیخاره و بخوب خوینی و طلب علمی بکی اوه تو شکرا خودی بکی و فرصه باش قدری ببسانه باش قدری بگیریش دست خود نکه هر روزک بوده یلگه چه بتن افرو بوده تصرف صباحی افترگه آتا گردن اف سالا صرفی سالا قادی افترگه همه بتن تشته که حصل که استفاده بگه لأن الذي ينبغي المجارات على حساب الأصول وتشجيع كل أحد وتيسير الأمور شكو يدرس تأويا أم تشجيع طالب علمي بكي بريد دينا خاندني بو تسهيل كين ركا خاندني اللي في بيتش يبون يجي طبعا طالب جيب خو في چند استفاده يجي كتو استغلال شو وقت خوب كتن دي بيتش ببتن والحمد لله رب العالمين أوي بريد دايا خاندني ومال وكسو كاري تويجيش ممانعه نكانو بيجني بلا جاوجي بلا بخوب استفادهش فرصة بكتن فرصة كالجارة كالباشا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله